سي نبيل بوعرورو. انت تحدثت على القضيه ديال الصعوبات اللي كتواجهوها، من ضمنها النقص في الموارد البشريه. واش ممكن تحدث لنا على صعوبات اخرى، مثلا الصعوبات اللي كتلقاوها اثناء القيام بالتفتيش ديال المحلات، خصوصا الصعوبات اللي كتلقاوها مع اصحاب المحل التجاري مثلا؟ او بطبيعه الحال يعني احنا درجه الوعي نتاع المواطن ولا نتاع البائع مازال ما وصلتش للدرجه المقصود لها. لان احنا الدور ديالنا دابا ملي كنمشيو نديرو مراقبه ماشي الدور ديالنا الجزر ولا الاخر ولا القمح. حنا دورنا هي اننا نحميو هذاك البائع باش ما يبيعش واحد الحوايج اللي غير صالحه. يعني دورنا هي المواكبه، ولكن يعني في غالب الاحيان يعني هاد التجار ما عندهمش هذه الفكره، بانه هو عنده الفكره بان المراقب ولا المفتش الصحي جاي غير من اجل الزجر والقمع. لذا كنلقاو معهم صعوبات في بعض الاحيان. ما كيخليكش تقوم بالعمليه، ما يخليكش كتدخل كاع المحل. يعني كيبقى كيكبر شي خطره السب والشتم. يعني الناس ما واعيش بان هذه المراقبه راه صالحه باش تحميه وتحمي في نفس الوقت المواطن الذي يعني كيشري هذيك السلعه. سي نبيل، واش ممكن تقدم مجموعه ديال النصائح للمواطن، خصوصا ان في شهر رمضان يعني كتكثر العمليه ديال الاستهلاك ديال بعض المواد؟ النصائح الصحيه بالنسبه كاين شقين، كاين نصائح صحيه خاصه باصحاب المحلات ونصائح خاصه بالمستهلكين. بالنسبه لاصحاب المحلات يعني انا كنطلب من اصحاب المحلات يعني كيعاونوا هما يديروا لوطو كونترول ديالهم بالنسبه للمحلات ديالهم، وذلك عن طريق الاعتناء بنظافه المحل يوميا باستمرار، توفير الماء الصالح للشرب بالمحلات، اصلاح وصباغه يعني جميع المحل ديالو كل مدى الضروره، محاربه الحشرات والاخر، احترام المساحه القانونيه لإعاده السلع، ووضع السلع التي تحفظ في الثلاجه ضروره وضعها في الثلاجه، توفير ادوات العمل، نظافه الاواني، والاعتناء بنظافه اليات التبريد والحفاظ على المواد الغذائيه كالوقايه الزجاجيه. بالنسبه للمواطنين انا كنصحهم يعني بالدرجه الاولى انهم عدم الاقتناء ولا عدم شراء المواد الاستهلاكيه من غير المحلات المرخصه. يعني ضروره يعني اقتناء من محلات مرخصه ومعروفه، واقتناء المواد يعني التي لها يعني واحد ليتيكتاج ديالها. ما يمكنش تشري واحد المواد اللي ما معروفش الاصل ديالها. ثاني حاجه يعني شراء او اقتناء يعني خاصه الحليب ومشتقاته التي تكون معروضه ومحفوظه في درجه حراره التي لا تتعدى 4 درجات يعني في الثلاجه. ثالث حاجه يجب يعني في حاله اذا كان شي مشكل في شي سلعه ضروره الاتصال بالمصالح المختصه من اجل يعني حل هذا المشكل ومعرفه مدى خطورته. بالنسبه لشراء او اقتناء المواد الاصل الحيواني انا يعني كنطلب من الساكنه بانهم بالنسبه للكفته يشريو الكفته. يعني الجزار خصو يحضر الكفته ديالهم اثناء يعني الشراء، ما تكونش محضره يعني قبل، ما تكونش يعني مجهزه قبل. بالنسبه يعني الكاشير ومشتقاته يعني خصها تكون حتى محفوظه في الثلاجه. لا داعي اننا نمشيو نشريو هذوك الحوايج يعني من اصحاب العربات ولا من البائعين المتجولين.